متابعينا الكرام، السلام عليكم. نعم، إنه صديق لي، وعندما يحصل هذا لصديق لك بالتأكيد ويمر بالأكاديمية معك، وفي الحقيقة لا تتمنى هذا الأمر لأي شخص. كان هذا أمرا صعبا علي ولكن كذلك على اللاعبين الآخرين، وأنا أتمنى في الحقيقة أن لا أرى هذا يتكرر من جديد. هذا صحيح. أعتقد أنه صعب جدا عندما تذهب إلى المستشفى، ولكن أنا أريد الذهاب لكن ليس الآن. هذا الوقت ليس جيدا بالمرة. أتمنى الانتظار ولكن سأذهب دون أدنى شك. كلا ليس حتى الآن بكل صراحة، ولكن إنه صديق مقرب لي، ولكن ليس لدرجة الاتصال بالعائلات. على أرضية الميدان وخارجها نحن أصدقاء مع بعضنا البعض. إنها مجموعة موحدة، هذا جيد للتوازن بالنسبة لي للفريق، ولدينا لاعبون مخضرمون ولاعبون شبان، وكما قلت من أجل التوازن هذا شيء ممتاز بكل بساطة. ونحن أصدقاء جيدين، لاعبين ممتازين كذلك. يمكن أن حكيم يمكن أن يقوم بتمريرات رائعة، نارس يمكن أن يسجل ويراوغ، المهارات موجودة وهذا شيء ممتاز، ولدينا ما نقدم. لا يمكن أن نعرف، لأن الأيام الماضية والجميلة بالتأكيد كانت جميلة، وكانت الكرة الهولندية رائعة فيها، ولكن الآن يوجد لاعبين ممتازين في هذا الفريق وقد أبرزوا وأثبتوا أنفسهم هنا في هذا النادي. هناك خيار: البقاء في هذا النادي أو الذهاب إلى نادي آخر نظرا لتطوير المسيرة، وربما من الأفضل للمسيرة اللاعبين أن يطوروا أنفسهم هنا ثم يذهبون، وهذا ما يبحث عنه كل لاعب، ليس فقط من أجل الأموال بل كذلك للعب في درجات كبرى. من لا يرغب في اللعب في الدوري الألماني أو الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني؟ هذه دوريات تريد أن تثبت نفسك فيها دون أدنى شك، وإذا لم تفعل ذلك هنا بداية لن يحصل هذا. شكرا على المشاهدة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق، وكذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.